يا جماعة، شفت رؤية حقيقية عن مجيء نهاية العالم. الشمس هتطفي والقمر هيتحول لدم وكل البحور هتعج وتغيرات المناخ هتتقلب على الناس، وهيجي شتا لم يحدث مثله منذ إنشاء العالم. والشرق الأوسط هيتحول لأكبر ساحة حروب في التاريخ، وهتيجي الأربع المسيطرة على كل العالم: أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، هيجتمعوا في الحرب المصغرة اللي بتدور حوالين الأماكن المقدسة، وهتكون حرب لم تحدث مثلها منذ إنشاء العالم. حسب النبوات المكتوبة في الديانات التلاتة، الحرب المسمى حرب نهاية التاريخ، حرب يوم القيامة، الحرب المعروفة المشهورة اللي بيها التاريخ الإنساني هينتهي، وهيجوا من كل الأمم حوالين الأماكن المقدسة، وهتكون حرب لم تحدث مثلها منذ إنشاء العالم. كل ده شفته في رؤية حقيقية. اللي عايز يصدقني يصدقني، واللي مش عايز يصدقني ما يصدقنيش. لكن بعد ساعات معدودة هيكون كل هذا، وهيكون زمان ضيق لم يحدث مثله منذ إنشاء العالم، حسب المكتوب أيضا في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة. النبي دانيال نبي النهايات، نبي يهودي، اتنبأ عن اليوم الأخير وآخر 7 سنين في الأرض من 2600 سنة. هذا النبي كان مسبي في سبي نبوخذ نصر، سبي نبوخذ نصر اللي سبى اليهود. الله أرسل ليه الملاك جبرائيل علشان يوريه أحداث آخر 7 سنين في الأرض. هما 3 ملايكة في السماء. الملاك جبرائيل ده زي وزير خارجية السماء. الملاك عزرائيل ده اللي بيقبض الأرواح. الملاك آه ميخائيل ده زي وزير دفاع السماء. الله أرسل ليه الملاك اللي بيبعت الأخبار لبني البشر، اسمه جبرائيل، عشان يوريه أحداث النهايات. فوراه إن في آخر 7 سنين في الأرض العالم هيتقسم نصين، قطبين، اسمه قطب ملك الشمال وقطب اسمه ملك الجنوب. وراجع ورايا المكتوب في كتاب النبي دانيال. النبي دانيال ده معترف بيه في الديانات التلاتة. النبي دانيال ده معترف بيه في الديانات التلاتة. شاف قطبين في العالم، قطب اسمه ملك الشمال وقطب اسمه ملك الجنوب. ملك الشمال ده حلف شمال الأطلسي، أمريكا والاتحاد الأوروبي وكل الدول اللي في ديلها، اليابان وبريطانيا وكل الدول اللي تبع التحالف الأمريكاني. ده ملك الشمال. ملك الجنوب اللي شافه النبي دانيال ده روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكل الدول اللي في أزيالهم. القطبين دول هيتصارعوا مع بعض في الشرق الأوسط حسب نبوة النبي دانيال. وجايلك بالنبوات القديمة علشان أكد لك اللي شفته. ما هو مش أي حد طلع لك يقول لك أنا شفت رؤية أنت تصدقه، لا، أنا جايلك بالدليل، النبوات القديمة. فالوقت قريب. القطبين دول بمجرد ما يلتحموا مع بعض في أرض الشرق الأوسط، الشمس هتطفي من هول الغبار النووي، وتلتين الناس هتسقط، والاقتصاد هيتهز. حتى تغيرات المناخية هتؤدي ان نهر النيل هيجف من اول اسكندرية لحد الفيوم، هتعبروا فيه بأقدامكم. وهتكون مجاعة تانية في ارض مصر لم تحدث مثلها منذ انشاء العالم. المجاعة الاولى بتاعت يوسف. المجاعة التانية اللي قبل نهاية الزمان المذكورة ايضا في كتاب النبي اشعياء من 2600 سنة، مكتوب كده بالنص: وتنشف المياه على نهر النيل ويجف. بص مكتوب ايه: ويكون كل العاملين بالأجرة مكتئبين النفس. دي علامات هتحصل في مصر. وكل بلاد الشرق الأوسط هتسقط بلد ورا بلد، لأن جيوش القطبين المتصارعين دول جيوش عظيمة، جيوش كبيرة جدا. لما يجوا هيلغوا المناطق الجغرافية حرفيا، فمش هيكون للبلاد حدود. فهيحصل لخبطة في الحدود، والناس هتهجر بيوتها وهتمشي. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شفاء، حسب اللي ذكره السيد المسيح من 2000 سنة. ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. كل ده على وشك انه يحصل في الأيام اللي احنا ساكنين فيها. واحنا مش عيبنا الجهل، احنا عيبنا التجاهل. مش بطلب منك انك توقف بذر وحصد في الدنيا، لا،
ولا بطلب منك انك توقف تروح شغلك، لا، ولا بطلب منك انك تكتئب في الحياة، لا، انا بطلب منك انك تغير توجه قلبك من الظلام للنور، ونقدم كلنا المراحم لإله السماوات ونخضع ليه، ونتوب عن الأعمال الشريرة اللي احنا بنعملها. وأنا أولكم وعلى البابا تودروس وعلى شيخ الأزهر إنهم ينادوا باليوم القيامة الشهير، لأن هو ده موضوعهم الرئيسي، وعلى جميع الناس السامعين إنها تعمل فيديوهات زي الفيديو ده وتنادي بيوم القيامة الشهير، لأن الوقت قريب. أنا مش طالب مجد نفسي، طالب مجد الله، وانت كمان اطلب مجد الله، وقوم اعمل مقاطع فيديو بتدل ان يوم القيامة على الابواب، لان فعلا مفيهاش ساعات معدودة، الوقت قريب، الفرح بيشطب، والمعازيم بتسلم على بعض، والانوار بتنطفي، والعريس هياخد عروسته ويطلع بيها الى ما وراء النجوم. الروح القدس اللي ساكن في المؤمنين هياخدهم الى ما وراء النجوم قبل قيام ال7 كوارث الاخيرة. فالوقت قريب، دي ساعة نستيقظ فيها من النوم، لان يوم خلاصنا اقترب. دوروا على اللي يشفع فيكم، دوروا على اللي يشفع فيكم، دور عن ابن الانسان مخلص العالم الوحيد، كوكب الصبح المنير. دور على الالقاب دي في الكتب السماوية، لانك بمجرد ما تدور على هذه الشخصية هتنول حياتك الابدية، ويتكتب اسمك في سفر الحياة. الكلام اللي مطلوب مني ان اقوله قلته.